لكن برشلونة استطاع الانتصار، نتيجة مهمة، والمهم هو الخروج منتصرا بعد مباراة كانت مليئة بالأحداث والأهداف. طبعا يعني في المحصلة هو أهم شيء 3 نقاط في بداية الموسم. كل مدرب يبحث عن 3 نقاط، كل مدرب يبحث عن الفوز، كل مدرب يريد أن يتلاشى ويكتشف النقاط السلبية الموجودة في الفريق. بعض المباريات تظهر لك الجانب السلبي بصورة واضحة، واعتقد ان يعني مثل هذه المباريات اظهرت للجميع بان الفريق بحاجه الى تدعيم في الجانب الدفاعي. عنده مشكله كبيره، عنده مشكله كبيره جدا في عمليه التعامل مع المباراه، عمليه التسجيل، عمليه ايضا اداره المباراه. واضح جدا الفريق عنده مشاكل لن يحلها كانسيلو بالتعاقد معه. هو حل جيد ولكن ليس بالحل الرئيسي. الفريق يحتاج الى عوده اراوخو للدفاع، الى بالدي الى الدفاع. اعتقد في تواجد الرباعي راح يكون شكل الفريق افضل دفاعيا، ولذلك المباراة اليوم ترى يعني نتيجة كبيرة 7 أهداف، لكن فيها اخطاء كثيرة جدا. يعني فنيا فيها عمل كبير لأن يقوم فيه المدربين سواء كيكي ستيان أو تشافي في المباريات القادمة للتفادي مثل هذه الأخطاء اللي وقع فيها. لكن الشيء الجيد في المباراة هو العودة في النتيجة، العودة في تسجيل الأهداف، العودة في المباراة، العودة لحتى فياريال اللي تأخر في أول ربع ساعة بهدفين ومن ثم عاد في المباراة وسجل أيضا، واستطاع أن يعود بصورة ممتازة جدا. فياريال قد يكون واجه صعوبة في انطلاق الشوط، خصوصا أن الفريق برشلونة ما زالت الجهة اليمنى نقطة ضعف واضحة في وجود سيرجيو روبرتو، اللي هو لا هو دفاعيا جيد ولا هجوميا جيد. اعتقد يعني نقص الفريق في العناصر هو من يعني اجبر تشافي في ارسال سيرجيو روبرتو بهذا المركز وتواجده في هذه المباراة. لكن اليوم ايضا بعض المباريات تنتج لك نجم، واليوم لامين يامال نجم قادم وبقوة في عالم كرة القدم، لاعب صغير بالسن، لاعب عنده امكانيات كبيرة، ثقة بنفسه كبيرة جدا، مهارة عالية. هذا اللاعب خصوصا في مباراة اليوم تشعر أنه عنده خبرة كبيرة جدا في اللعب في مثل هذه المباريات، وهو صغير من المدرسة من الأكاديمية الموجودة في برشلونة. لكن هذه المباريات تعتبر ولادة لبعض اللاعبين، وهذا اليوم احنا شفنا لاعب قادم وبقوة للدوري الأسباني، أيضا لبرشلونة، لقوة هذا اللاعب الذهنية وأيضا المهارة اللي يمتلكها والجودة اللي ممكن تصب في مصلحة الفريق. بهذا الفريق يستطيع مواجهة فرق أوروبا في دوري أبطال أوروبا، مواجهة الفرق الكبيرة على مستوى الليغا. بطل للدوري الإسباني يجب أن يظهر بصورة مغايرة حتى الآن. طبيعي. بالنسبة لي أنا برشلونة ما زال يتعلم، وحتى المدرب تشافي ما زال يتعلم، لأنه اليوم أخطاء كثيرة في الدفاع حتى في تركيبة الفريق. احنا قلنا في الشوط الثاني ممكن يخرج سيرجيو روبرتو، وسيرجيو روبرتو كان وراء الهدف الثالث، ما كانش موجود في الهدف الثالث 3-2. لو تلعب مع فريق كبير اليوم في الدفاع صعب أنه البارسا يرجع، لكن يحسب اليوم للمدرب أنه تغييرات اللي قام بها حسس مستوى الفريق، خصوصا فيران توريس. خلف فيران توريس غير شكل الفريق من ناحية الرؤات، أكثر سرعة، أكثر حيوية، أكثر دقة، والبارسا في وسط الميدان أصبح مستحوذ. ثم اللياقة البدنية للبارسا حتى المباراة الأخيرة فاز في الشوط الثاني، يعني اللي هنا التحضيرات كانت جيدة بالنسبة للبارسا. واليوم اكتشفنا اللاعب لامين. أنا ما نحبش نتسرع في الحكم على اللاعب هذا، لأن تسرعنا في عديد من المناسبات. حكينا على فاتي، قلنا فاتي مش يسمع، لكن اليوم شفنا فاتي كان يعني دون المستوى، وكان يمكن لو تعادل الفريق اليوم فياريال فاتي، لأنه معناتها كان هناك أيضا أحكام على سيرجيو روبرتو في فترة من الفترات. صحيح، ضيع فرص عديدة اللاعب فاتي. لامين شنو الحاجة الجيدة فيه؟ رغم 16 سنة عمره شاهدناه يلعب السهل، ما يضيعش الكرة بسرعة في الوسط الميدان، ما يحاولش يراوغ، ما يخسرش القوة نتاعو. القوة نتاعو يستعملها في 18 و 16 متر أو 20 متر الأخيرة، وشاهدناه في الشوط الثاني تقريبا ولا كرة ضيعها. الكرات الكل دقة التمرير نتاعو، أخذ القرار، وهذا هام جدا بالنسبة للاعب الشاب هذا. لكن
باش نقولوا لاعب كبير، انا نقول بالنسبه لي انا مشروع ننتظره، لانه المستقبل قد معناتها يكشف اللاعب. لكن شاهدنا شوف في الاوقات المناسبه وفي الاوقات الهامه يمشي واحد ضد واحد ويراوغ ويسدد او يمرر، وهذا هام جدا لانه لاعب شاب عمره 16 سنه، مازال ما معناتها ما اكتملش حتى بدنيا، مازالت النمو تاعو مازال ما اكتملش، رغم هذا لاعب ذهنيا لاعب ممتاز. فاتي بالنسبه لفاتي يعني انا اقول مسكين اليوم فاتي، واضح اللاعب هذايا فقد الثقه في نفسه. يعني شوفوا الفرص اللي ضيعها كانت فرص سهله، ما عادش اخذ القرار نتاعو دائما خاطئ، ما ياخذش قرار الصح، وهذا واضح انه ماهوش في احسن حالاته ومازال متاثر ذهنيا اللاعب هذا. بدنيا البارسا جيد في الشوط الثاني، بدنيا الفريق سيطر، فريق هاجم، سرعه في المرتدات، خلق 4 و5 فرص في الشوط الثاني، سجل منهم فرصتين وكان ممكن يسجل 4 و5 3 أو 4 اهداف اخرى، ولهذا هناك ايجابيات في الشوط الثاني. لكن بالنسبه لي انا اروخو هام جدا في الدفاع، ممكن لو يدخل كونسيلو الفريق يسمع افضل في الدفاع ورجوع بالدي، اللعب بثلاثه في المستقبل افضل مع الفرق الكبيره مع اروخو وكريستنسن واللاعب كوندي، وبطبيعه الحال كونسيلو واللاعب بالدي على الاطراف. وسط ميدان جيد في لاعبين جيدين يستحوذ على الكره، شاهدنا في الشوط الثاني فنيا كان افضل بكثير من فريق فياريال، لكن مباراه فيها استنتاجات كثيره بالنسبه للمدرب، وهذا يمكن اصلاح ما يمكن اصلاحه لانه عنده امكانيات يصلح اكثر فريق البارسا في